في حد ممكن بيب يلحقك 10 ثواني بس اللي قدامك لو ما لحقش في 10 ثواني خلاص كده ما انت ولا الشمس. الريل نزل، الريل جايب 2 مليون، في مليون بيشتموني ومليون بيدافعوا عني، فانا اتشتمت من مليون وانا ماليش دعوه. مش اكتر علاقه صحيه، انا اسف مش علاقه صحيه، انت بتتكسك على دماغك. وكنت فاكر الاكتئاب ده اكذوبه، عارف الناس دي؟ ايوه تيجي تقول له عندك اكتئاب، لا يا عم بلاش بقى، مش الفراخ. ايوه جدا، اللي هو انا محتاج شوكولاته دلوقتي حالا. ساعتها اقتنعت ان هو عضله، جالي شد عضلي في دماغي خلاص يعني خلاص ما فيش حاجه تانية تقنعني اكتر من كده ان هو عضله. ده فيش جوجيتسو عبقري بس ما حدش يفهمه، بس هي فيش جوجيتسو عبقري. فالحصان بتاعي خرج بره تراك الخيل وهو بيجري وانا مش ماسك اللي جاب ورايح على الحيطه. كلم السيرفر اقفل شد كوبس الكهرباء. ايه شد كوبس الكهرباء حالا. على ما شد كوبس الكهرباء كان في نص الفيلم اتمسح. اهلا بيكم في حلقه جديده من سين كاست. انا لسه معاكم الهوست مروان امام، ومعانا في حلقه النهارده تقريبا اعلى ضحكه في تاريخ البودكاست المصري. ده حقيقي، ومن الاشخاص المبدعين جدا جدا احمد حسن. مارو حبيبي والله. ازيك يا احمد؟ ايه الاخبار؟ حبيبي يا مروان، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله جميل. احمد احنا النهارده بنتكلم مش النهارده بس، يعني في سينك سامت السنه دي بنتكلم عن الكرييتيف رينج او التنوع الابداعي. فجايين نتكلم عن ابداعك متنوع قد ايه. هو تنوع فتره من التنوع. لو حابب الاول تدي نبذه عن كل الحاجات المختلفه اللي انت بتعملها ماشي قبل ما نبدا، بقى نتكلم عن رحلتك. هقول لك نتكلم عن التنوع بقى كله. نتكلم عن التنوع كله. انا دلوقتي بعمل انا كريتيف دايركتور وستاند اب كوميديان، وبعمل كونتنت، وبعمل في او، وبعمل راديو، مذيع راديو. اوكي، بس دي الحاجات اللي انا انت متعود على القعده دي بتاعت فانا متعود على القعده دي. بس ما بقاش في كاميرا في الراديو، بس متعود عليها في الكونتنت، فهي لما يعني هي جايه في بعض. وانا بالنسبه لي البودكاست هو راديو اون ديماند، هو نتفليكس راديو. وان فلترد سيكا، يعني في سنه انفل لان الهوا مرعب. الهوا مرعب. الغلطه بغلطه. ايوه انت خلاص ازاي تقوله لي؟ خلاص بقيت باي. ايوه مفيش فرصه، مفيش اديتور، مفيش الحقوني، مفيش شيل، مفيش. بس في معلومه ناس كتير ما تعرفهاش، ان الهوا في معظم المحطات انت معاك 10 ثواني. لازم 10 ثواني عشان تلحق. في حد ممكن بيب يلحقك 10 ثواني بس اللي قدامك لو ما لحقش في 10 ثواني خلاص كده ما انت ولا الشمس. يعني 10 ثواني بفر حلوين لو البروديوسر مركز معاك بالظبط هتظبط. هيلحقك هينقذك. بس اصلا ما ينفعش تبقى فولي لايف. لا مرعب. وحتى والله وفي 10 ثواني فكره ان انت لانه دلوقتي اصلا احنا بقينا، انت ممكن تقول حتى مش هتكلم عن الحاجات السيفير، انت ممكن تقول راي هيبقى غلط. راي يعني انت نسيت تسترسل. الجمله دي مرعبه اصلا، راي غلط. طب تخيل احنا راي غلط. يعني انا لسه من فتره كنت في الراديو وعملت هم بقوا بيصوروني ريلز وانا في الراديو، فصوروني ريل وانا انت عارف فاكر الفرح بتاع هبه قطب؟ بنت هبه قطب يعني. ايوه. فانا دخلت قلت رايي. طبعا احنا كلنا عارفين دي حاجه غلط. بس قلت رايي وانا بهرج، حتى ما قلتش رايي بالدفاع وبحزق، بس قلت يعني ماما تسيبوها تاكل فراخ اللي عايزه. ايوه قلت تسيبوا الست تنبسط في فرحها، حاجات كده يعني. انت قلت سيبوا الست تنبسط في فرحها يعني، حتى كنتش بتنتقدها؟ لا يعني لا بدافع عنها. كان حتى راي كان رايك ازاي تدافع عنها. يا نهار اسود. الريل نزل، انا ما كنتش عارف انها بتصور ريل. الريل نزل، الريل جايب 2 مليون، في مليون بيشتموني ومليون بيدافعوا عني. فانا اتشتمت من مليون وانا ماليش دعوه. انا قلت لواحد في النص هي مش مراتي، انا مش مراتي. انا ما كنتش معزوم على الفرح اصلا. انا ما اكلتش فراخ. انا ما روحتش حتى. بس بالظبط. ممكن رأي غلط، فانت بتحتاج تبقى مركز زياده عن اللزوم. هنا انا وانت ممكن نقول اللي احنا عايزين نقوله، وبعدين يا جماعه الحته دي يعني الحته دي بس الحته دي هتشيلها. فانت ما جربتش تعمل لايف ستريمينج قبل كده؟ عملته فتره. كان اللي بدأني بعد الفقره الصباحيه. انا كنت بعمل حاجه زمان اسمها الفقره الصباحيه، للناس اللي مش فاكراها طبعا اكيد في ناس ما شافتهاش اصلا. يعني اتمنى الناس تعرف الفقره الصباحيه، محتاجين تعرفوا الفقره الصباحيه. كانت علامه من علامات اليوتيوب يعني. كانت حاجه في وقت حاجه كبيره قوي يعني. انت وخميس وعفيفي. انا وخميس وهشام عفيفي. بعدها بفتره كنا موقفينها خالص، وانا كنت قاعد في البيت، كان عندي اكتئاب
ايه اللي وداني الراديو؟ ان انا الاكتئاب كان اول مره يجي كتاب في حياتي، فانا ما كنتش مخي حتى مستوعب يعني ايه اكتئاب. اصلا كانت اول مره خالص. كان اول مره خالص. انا زمان بحس ان هو يعني انت الدافع بتاعك اللي هو كان عندي اكتئاب فعملت ده، بعد كده انبسطت شويه جالي اكتئاب رحت عملت حاجه ثانيه. بس دلوقتي بالظبط. انا زمان ما كنتش فاهم، ما كنتش كده. اوكي كانت اول مره خالص، كنتش فاهم اصلا ايه اكتئاب. انا زمان كنت بني ادم مبسوط على طول يا رب كلنا. يعني بالظبط. وكنت فاكر الاكتئاب ده اكذوبه، عارف الناس دي؟ ايوه تيجي تقول له عندك اكتئاب، لا يا عم بلاش بقى، مش لسه فراخ. الموضوع ده بقى عبيطه جدا. بالظبط. ايوه انت يا ابني مش عندك تكييف، خلاص احمد ربنا مش ماشي، انا مش محران غيرك قاعدين حرانين. ف كان جالي اكتئاب وما كنتش عارف اتصرف معاه وما كنتش عارف اتعامل، فقلت حطيت نفسي شويه، كان كورونا، حطيت لنفسي شويه تاسكات اعملها ديلي عشان اشغل مخي وكنت شغال كريتيف يعني، واشغل الكريتيف الحاجات الكريتيف هاوس اللي عندي ومخي يبقى شغال وبتاع. فقمت قررت ان انا اعمل لايف على فيسبوك كل يوم لمده ساعه زي بانشمنت تو ماي سيلف. اوكي هو انا هعمل كده كل يوم ساعة. فقعدت اعمله شهر جامد. بطلع في نفس الساعه ساعه لايف على فيسبوك لحد ما على اخر الشهر بقى في ناس قاعده مستنيه ناس بتيجي تتفرج على اللايف، واللايف قمه العبث. انا برد على ناس وهرج واتريق واتكلم. فزهرة رامي شافتني كلمتني عشان ابقى مذيع راديو، فهي جت اصلا من هنا. اوكي. انت مذيع راديو من زمان مش شويه حلوين. بتاع شويه 5 6 7 ممكن. كورونا كانت 2019 6 سنين. 6 سنين بالظبط. انا عجبني حته انت بتقول انها بانشمنت انك تعمل ساعه على فيسبوك. بس انا مش شايفها كبانشمنت، انا شايفها ورك اوت. فاهمك. انت برضو احنا انت بتخلي دماغك يفهم او بتتعامل مع دماغك بالطريقه اللي انت بتعرف تتعامل مع دماغك بيها. يعني عارف مثلا في اخر التمرينه لما تبقى تمرينتك حلوه قوي بس انت الفتره دي تخنت، فتقوم قايل لنفسك النهارده بعد ما تخلص تمرينه والمفروض ما فيش حاجه تانية تلعبها، تقوم قايل لنفسك انا هلعب 4 مجاميع بطن. دي انت ممكن تبقى شايفها. أيوه. انت مكونديشن دماغك ان دي بقيه التمرينه، انا مكونديشن دماغي ده عقاب عشان انت تخنت. دي الطريقه اللي انا بعرف اتكلم بيها مع دماغي. فانت بتتعامل مع دماغك انك بتاخر كده. كتير قوي. انت ابيوسف بجد جدا يعني من اوحش زي الاب اللي بيضرب عياله. ايوه من اوحش العلاقات اللي بين شخص ونفسه هو انا. لو دلعت في شغل فتره بقوم مزود حاجات واعاقب نفسي، لو تخنت فتره بقوم عامل دايت اكستريم، لو دلعت في الشغل بقوم دايس على نفسي زياده. يعني عندي فبتاخدها من منطلق العقاب، منطلق بكونديشن دماغي ان هي عقاب. هي مش عقاب، بس بكونديشن دماغي ان انت دلوقتي عشان عملت كده فهنعمل كده. اوكي. طب وده بيخليك تستمر زي ان دي مش علاقه، دي مش اكتر علاقه صحيه. مش علاقه صحيه. انت بتتكسك على دماغك. مش علاقه صحيه خالص. بيخليني استمر ازاي؟ والله هو انا بيجي لي فترات، انت يعني انا وانت اصحاب بس يمكن وانت عارف عني حاجات كتير بس ما تعرفش الحته دي، بس بيجي لي فترات بتقفل خالص. اوكي. وانا عارف ان انا بيجي لي فترات بقفل خالص. بقفل مش بقفل زي ما الناس بتقفل اللي هو انا هروح اريح شويه. بقفل مخي مش شغال، اللي هو انا مش موجود، مفيش حاجه، مش هعرف اعمل حاجه، النور منور مش حد مش موجود خالص. وبرده بقيت مع الاكسبيرينس مع السن عشان عدت عليها كتير، بقيت عارف انا هعمل ايه في الفتره دي الاوتو بايلوت بشغله ازاي وايه اللي هنسرفايف بيه عشان نعرف نمشي الدنيا. فانت ما بتختفيش عن العالم. لا ما بختفيش عن كلوز سيركلز، بقول لهم لا بختفي شويه. اوكي. كلوز سيركلز بيبقوا فاهمين. الشغل عاده يا باخد اجازه يا باوتو بايلوت، يا بقول لصاحب الشركه انا الفتره دي، وببقى مفهمه من الاول ان انا بيجي لي الفترات دي فهقفل البطاريه هديك. يعني عارف انت اشتغلت كريتيف كتير قوي برضه. عارف لما تبقى بتطلع كريتيف كونسبتس ولاينز وحاجات كده بس هي اول حاجه هنا على طرف مخك، انا ببقى كده مفيش مجهود، مفيش كريتيف. هو انا بديك حاجات بيست اون اكسبيرينس واعلانات شفتها ومخي بيقوم قايل لي ChatGPT، مخي بيقول لي احلى اكل، خد احلى اكل، ده اللاين بتاعنا احلى اكل. فاهم قصدي؟ فبقعد فتره كده بتبقى اسبوعين مثلا، ممكن ساعات ممكن تطول قوي تبقى 3 اسابيع بس ما تعديش كده. دي بتيجي بالممارسه برضو كتير، ان هو لما بتوصل لمرحله انك عملت الشغلانه كتير بيبقى في تاسكات ممكن تعملها اوتو بايلوت. اوتو بايلوت اللي هو خلاص يعني ماسل ميموري. ايوه بالظبط. اللي هو انا وصلت لمرحله من السكيل ان انا هطلع لك حاجه حلوه بس من غير مجهود، اللي هو
مش احلى حاجه عندي، بالظبط. مش هتبقى احلى حاجه عندك، انت عندك احلى واحلى بس, أيوة. بس تمشي دي. يعني نرجع للانالوجي الجيم، اللي هو انت عارف البيرسونال بيست بتاعك في البنش، بس اللي هو انا هعمل اقل بس 10 كيلو هعرف اعملها، بس هتبقى تمرينة. ما هوش وزن تقيل، فاهم قصدك، بس هعرف اعملها بالظبط، بس هعرف اعملها، هعرف اعملها النهارده بالظبط، بمجهودي ده، عشان مش بالظبط. قادر، عشان وده يوصلنا للبوينت بتاعت هل انت شايف ان العضله زي بقيه العضلات محتاج؟ طبعا، طبعا. انا جالي اصلا جالي من فتره اكستريم منتل فاتيج. في ساعتها اقتنعت ان هو عضله. جالي شد عضلي في دماغي. خلاص يعني خلاص، ما فيش حاجه تانية تقنعني اكتر من كده ان هو عضله. فبقيت متاكد ان هو بحس عارف لما احنا نقعد مثلا في برين ستورمينج سيشن 3-4 ساعات وبعدين نجوع ويجي لنا صداع. ايوه، ما بتحرق واكشلي دي معلومه صح جدا. لعيبه الشطرنج بيحرقوا كالوريز في ماتش الشطرنج، بجد بيحرقوا كالوريز في ماتش الشطرنج. انا دايما بحسها لما اللي هو بيبقى بنعمل شغل كتير، سواء برين ستورمينج او اديتنج او حاجه فيها تشغيل دماغ اكتر من اي حاجه تانية، بتبدا تكريف سكر قوي. ايوه جدا، اللي هو انا محتاج شوكولاته دلوقتي حالا، جداً. او جيلي كولا جنبك وانت قاعد عمال. ايوه جدا جدا جدا، ما هو حرق ومجهود ذهني برضو بيوجع الدماغ قوي. بس ما بس حرق هنا، بس حرق مش هنا، هنا، مش هنا. بس في ناس بيقال انه يحرق كالوريز بجد، وليها حسبه. بس طبعا بيخس بالتفكير، بيخس بالتفكير. انا اصلا فعلا لعبت شطرنج كلهم رفيعين، فاتمنى ان ده حقيقي، عشان لو كده هبتدي افكر في جايه اكتر شويه. طيب انت يعني لوحدك خلصت السيجمنت الاولاني بتاع البدايات من قبل ما اسالك السؤال عن البدايات، فندخل في الرحله بقى. انا بالنسبه لي بقى في حاجه انت حاسس ان ملهاش لازمه او ملهاش علاقه بشغلك الاساسي، بس من غيرها ما تعرفش تعمل شغلك الاساسي؟ من غيرها ما اعرفش اعمل شغلي الاساسي. لا، بس بتزودني في الاتريبيوتس بتاعتي والسكيلز بتاعتي في شغلي الاساسي. زي ايه؟ بقيت حاسس ان بقيت حاسس ان في كونكشن بوينت بين الستاند اب، الكونتنت والكريتيف. لو ركزت والراديو، والله يعني اكشلي الاربع حاجات انا بعملهم بحس ان في كونكشن بوينت بينهم. انت من كوميديانز اللي في ارتجال انا بحترمهم جدا، شكرا، على المسرح. انت لو بالسكيل ليفل بتاعك بتاع الارتجال بتاعك دلوقتي، انت لو بقيت مذيع راديو هتلاقي نفسك بتبدا بسكيل ليفل عالي في اسبكت معين من الراديو، اللي هو اسبكت مهم جدا اصلا. انت تفضل تتكلم، فده اسبكت مهم جدا. فانا اما بدات راديو، الارتجال بتاعي كان قد كده. انا بدات راديو قبل ستاند اب كوميدي بشويه حلوين. بعد كده مع الكونتنت والستاند اب والانتراكتيف شوز، ان انا في الاول كنت ستاند اب بس مش انتراكتيف. لما ابتديت بقى الارتجال في الراديو زدت شويه، لان انا بقيت عارف اتصرف بسرعه اكتر. مع ان دي شغلانه ودي شغلانه، انا بعمل راديو مره في الاسبوع، بس الانتراكتيف بقيت اعمله كتير. الانتراكتيف انت دايركتلي مع الجمهور، فالراديو بالنسبه لك بقى اسهل بكتير بالظبط. الكونتنت وانت دي اكيد بقى انت هتبقى عارفها جدا، بتطلع بافكار ساعات اون ذا فلاي. انت بتصور حاجه، انتوا بتصوروا حاجه في بيس كيك، انت واقف ورا الكاميرا، بعدين لقيت ان في انجل هنا، ده لو عملنا كده دلوقتي هنعمل كده. فده بقى بيزودني في الكريتيف شويه. برين ستورمينج سيشنز بقت اسرع، دماغي بقت اسرع، كونسبتس ولاينز والحاجات دي بقت اسرع. الكريتيف نفسه زودني في الكونتنت، لان وانا قاعد بعرف اصلا برين ستورم وانا شغال. فبحس ان هم الحاجات الكريتيف بتصب عن بعض شويه. بره بقى ده يعني دلوقتي كله جوه كريتيف بيصبوا جوه بعض. بره يعني في اللي هو ايه، هل في مثلا حله محشي معينه لازم تاكلها قبل ما تعمل؟ هقول لك تمرينه معينه. انت قصدك جدا. هقول لك الجوجيتسو. اشمعنى؟ عشان انا عندي ايجو جدا، ومقتنع ان الايجو صحي. عندي ايجو صحي مش معقول، بس انا مقتنع الايجو ان انت تبقى عارف انت فين وبتفكر نفسك ان انت كويس. دي حاجه كويسه جدا. ما ينفعش تبقى علاقتي دايما سامه مع نفسي في كل حاجه. بفكر نفسي انا كويس، لا وشكك في نفسك بيأثر على شغلك. بالظبط. بس ساعات بيبقى فيه ريسك ان انا انسى ان لسه فيه. الجوجيتسو رياضه دايما هتفشل، مهما عليت دايما هتفشل. الجوجيتسو الكاب عشان توصل بعيده قوي. السكيل ليفل، السيلينج عالي انت بتحسن جدا. فانا ممكن اقعد اتمرن مثلا 2 3 4 5 ورا بعض كل يوم 6 ايام في الاسبوع، واحس ان انا توحشت. بعدين العب مع واحد معين عندنا في الجيم
طفل ارجع بيبي، يرجعني بيبي اللي هو بيدوس على دماغي على الارض. والله العظيم، وانا ابقى بقى عضلاتي زادت وبقيت بتمرن، وبعدين اروح الاقي نفسي في نفس الحته مع البني ادم ده، فاتمرن تاني 6 شهور، اجي له تاني يقوم دايس على دماغي تاني. فبتفضل زي ما بيقولوا الامريكان بتهمبل يو، بتخليك دايما فاكر ان في حرفيا على الارض، خليك على الارض حرفيا. بتداس على ده فيش جيتسو عبقري بس ما حدش يفهمه، بس هي فيش جيتسو عبقري تخليك على الارض حرفيا. فدي بتحسسني ان انا دايما محتاج اشتغل، بتفكرني دايما لسه فيه. بس انت بتخاف من الفشل في يعني دلوقتي في الجوجيتسو انت بتتقبل الفشل جدا وبترحب بيه، بس انت بتخاف من الفشل في البروفيشنال سيتنج. وبخاف من الفشل في الجوجيتسو. هو بس انت بتسيب نفسك تفشل؟ ما بسيبش نفسي، بحاول جدا بس بفشل، فبفتكر ان لسه فيه، فبفتكر ان انا بخاف تاني، فبرجع اتمرن تاني، فاهم قصدي؟ بس انا عندي اللوب بتاعت لا انا بخاف من الفشل، يعني انت عارف انت لان انا لاحظت انت في الستاند اب بتتفادى الفشل، بتفادى الفشل، في حين ان ده اللي بيقوي الجوك، ان انت تغلط فيه عشان تعرف تحسن. فاهم انا بيرفكت كل حاجه بالساندي، لان انا بخاف من الفشل قوي. بخاف من الفشل في شغلانتنا كرييتيف، بخاف من الفشل في الكونتنت، بخاف من الفشل في الستاند اب، حتى في الجوجيتسو. في الكرييتيف اتفهم، الكرييتيف كاندستري كومبيتيتيف جدا جدا، فده بيصعب الغلطه بفور زي ما بيقولوا. للاسف انا متفاهم الخوف من الفشل في الحته دي جدا. بس انا هقول لك حاجه، انا هقول لك انت مش متفاهم الثانيه ليه، لان انت واحد من، ودي والله مش عشان انت قاعد قدامي، انا قلتها قبل كده وراك كتير، انت واحد من اشجع الستاند اب كوميديانز شفتهم في حياتي، وانا قلتها في ظهرك. انا لو عندي اللي بيسموه كومبوجر بتاعك، واللي هو ثبات الانفعال، لا انا مش فريق، انا عندي كومبوجر، بس انت بتاعك انت عندك هدوء، وعندك انا هاخد الريسك ده النهارده عشان اجرب واشوف ايه اللي هيحصل، مش فارقه. انت عندك الحرفيه اللي مش فارقه. فاحنا مدرستين عكس بعض تماما. انا بيرفكشنست قوي، وممكن النهارده معايا ماتيريال انا جايب ايه، بجد شفت الجمهور ده مش هقوله هنا، هقول الماتيريال اللي كده هيضحك ده، مع ان ممكن اخد ريسك، بس انا اقول الماتيريال اللي هيضحك دول عشان عايز اضحكهم، اوكي، مش عايز اجرب. ففي سنه خوف من الفشل الصراحه. بس هل ده عشان بالك شويه بتعمل ستاند اب، بقالك اكتر من 3 سنين دلوقتي؟ فلسه برضو ده يعتبر لسه في الاول يعتبر. حاسس ان ده عشان انت لسه في الاول، لسه ما خدتش راحتك بما فيك كفايه في السبيس ده كريتيف؟ كان نفسي ان انا استخدم الاكسكيوز ده، بس الحقيقه انا كده كشخص يعني كان نفسي استخدمه، كان نفسي اقول لك بصراحه، وقدام بقى اكيد هبقى، بس انا ما بتوترش. انت شفتني قبل، لا ما بتوترش خالص. لا. بس بخاف من بالظبط، بس بتضايق وبخاف من الفشل. لو فشلت مره ممكن ما انامش بالليل، فانا بخاف من الفشل. وهتلاقيها كانت عندي في الرياضه وانا صغير، انا كنت بلعب رياضات كتير بروفيشنال وانا صغير، كانت عندي في الرياضه، كانت عندي في. كنت بتلعب ايه؟ لعبت كتير، لعبت باسكت، فولي، اكشلي لعبت كله، يعني لعبت باسكت، فولي، ملاكمه، الحاجات اللي لعبتها بس ما كملتش فيها قوي، هاندبول وكوره. دول ما لعبتش سباحه خالص؟ لا، اللي هي بقى الاطفال، اللي هو اتعلمتها وخلاص، ما دخلتش ولا ووتر بول ولا ووتر بول. حسيتك فورمه ووتر بول كان نفسي والله العظيم العبها، لعبتها فتره صغيره برضو، بس سبتها لان انا كنت بعشق الباسكت. الباسكت قوي. الباسكت هايله برضه، انا بحب الباسكت جدا الصراحه. على سبيل مره كنت بلعب باسكت في النادي كده تفاريح، انا اشول، فواحد من فريق الهاندبول شافني ساعتها، كان جون الاشول ب2، فدخلوني فريق الهاندبول، انا ماليش في الهاندبول، مجرد الجون بتاعي ب2. جسم هاندبول انت عارف كده صح؟ بس انا ما بعرض هاندبول يعني. انا اللي زقيت فيه كان الفروسيه بصراحه. فروسيه؟ قعدت 12 سنه. اوف. انا بخاف اركب خيل بجد. بتخاف الفشل برضه؟ لا يعني بخاف بقى في المطلق. وانا صغير وصغير قوي، خدوني في نادي شرطه تقريبا، كان العساكر بيمسكوا الاطفال ويلفوا بيهم الخيل ويلفوا بيهم. ففي ولد كان انا مش هنساه، كان عنده تقريبا 12 13 سنه، بس تقريبا فارس. اوكي، هو حاجه يعني. فقام رفع الهورس بتاعه وجري بيه من العسكري. اوكي، من العسكري. شد اللي جنب العسكري وقام رافع، وقام طلع يجري في التراك العسكري بتاعه. فالعسكري انا ما اعرفش ليه عمل كده، طلع يجري وراه برجله، ما اعرفش ليه، كان متوقع ايه من ايه النتيجه اللي هتعمل، فابتدى يجري وراه برجله. فالعسكري بتاعي اللي ماسك الحصان بتاعي طلع يجري هو كمان وخدك معاه وخد الحصان. مش بس كده، بعد شويه ساب الحصان، فالحصان بتاعي خرج بره تراك الخيل وهو بيجري، وانا مش ماسك اللي جاب، ورايح على الحيطه، على السور بتاع النادي بيجري. ده في الجزيره ولا تقريبا؟ لا ده في الجزيره ولا قلت شرطه؟ الشرطه اللي هو في فرصيه الجزيره ده، اللي هو في اللي جنبيه في الزمالك. اوكي. فضل يجري لحد الحيطه وبعدين وقف. طبعا انا كطفل
انا بتشاهد انت ما طرتش ما في الحيطه. نطيتش. الحمد لله ان انا ما خدتش قرار نط. لا هو وقف. لا هو مومنتم، انت ممكن تطير. لا هو جري وبعدين ابتدى يهدي يعني. اوكي. ابتدى يهدي وبعدين قام واقف ما فرملش مره. ما فرملش. هو كان حصان ذكي بس هو أيوة. كان ما اعرفش ليه بيجري. كان عايز، لا هو لما بيحصل جري بيبقى ساعات انا هجري أنا هجري. انا هجري دلوقتي. انا صحتي جايباني واحد. ايوه طب معايا اجري يا اخي، انت مالك؟ انت حصان. كنت فاهم. بس احنا عندنا 2 ADHD صح؟ عندنا احنا قاعدين بنخرج من 2 ADHD بيتكلموا مع بعض في صومعه حرفيا. يعني هم حبسونا في صومعه 2 ADHD بالظبط. فاحنا بنعمل افكارنا بتعمل معامله الحصان، هي تطلع تجري كده. بس انا عايز اسالك سؤال بقى. انت لان انا نفسي اتكلم معاك بما ان احنا قاعدين مع بعض، نفسي اسالك السؤال ده. هل انت في كل الاسبكت زي بعض يعني انت في كل الحاجات ما بتخافش من الفشل؟ انا في كل الحاجات بخاف من الفشل. بحاول بقدر الامكان ان انا اعود نفسي على كده. يعني ودي حاجه بدات متاخر برضه، يعني اللي هو في الاول كنت بخاف شويه. بس الموضوع اختلف بعد ما قريت الكتاب بتاع اد كاتمول اللي هو كريتيفيتي انك. اد كاتمول هو البريزيدنت بتاع بيكسار. اوكي. البريزيدنت بتاع بيكسار اتعلمت منه حاجتين في الكتاب ده. الاولانيه هي مش ان انا بس ما بخافش من الفشل، ان انا امبريس الفشل بدري. فكل ما افشل بدري اسرع هعرف اتجنبه لما الموضوع يبقى فعلا الستيكس عاليه. ان انا افشل في لو ستيكس، افشل على الورق، اكتب السكريبت واغلط فيه واخبط فيه كده، ان هو ادور على مناطق الفشل المختلفه وافشلها دلوقتي على الورق قبل ما ابدا انفذ وفجاه يطلع لي الخازوق وانا بنفذ. ده عبقري. تصليحته اصعب. فانا هفشل في البدري، افشل على الورق، تعال نجرب، تعال نصور تيست، تعال نعمل بتاع، علشان لما نيجي ننفذ في يوم تصوير بتكاليف بتاع تبقى الخوازيق اللي ما توقعناهاش. ده عبقري. ده تفكير عبقري بالنسبه لي. دي اول بوينت. تاني بوينت كان مش مهم مين الغلطان، المهم اصلح الغلط ازاي. انا كده دي بالنسبه لي دي اكبر مشكله في التعامل مع اغلب الناس، اللي هو مين اللي غلط الغلطه دي في مصر. كله عايز يشاور. ماشي تمام، انا الغلطان. ايجنسي كلتشر بالذات كله عايز يشاور. تمام. بعد ما شاورت ما حلتش، صلح يلا. لو عرفت مين الغلطان ده هيصلح. دي عرفت ان وهم شغالين على توي ستوري 2 هم شغالين على اجهزه لينكس، ففي كود في اللينكس بيديليت كل حاجه، فحد كتبه بالغلط، فواحد تاني شغال حرفيا البورنيت بتاعته دي اختفت، الجسم اختفى، عينيه اختفت. كان يكلم السيرفر اقفل شد كوبس الكهرباء. شد كوبس الكهرباء حالا. على ما شد كوبس الكهرباء كان في نص الفيلم اتمسح. على حظهم كان في واحده حامل واخده واحد من الاجهزه بتاعتهم عندها في البيت عشان تشتغل على الفيلم. فالبروديوسر بتاع الفيلم راح لفه في بطاطين ورجع شايلين بيبي. الفيلم مش موجود غير على الجهاز ده اللي هو ما كانش واصل على السيرفر. من الاول وهو في الكتاب ما قالش مين اللي كتب الكود ده بالغلط، لان مش فارقه مين اللي غلط الغلطه دي، لان احنا بشر وهنغلط. احنا بشر وهنفشل، فمش مهم مين اللي عملها، المهم هنصلحها ازاي، هننقذ الفيلم. نص الفيلم اتمسح. ده فكره عبقري. عبقري يعني. هو ده اللي وصلهم للي هم فيه دلوقتي. ما كانوش هيبنوا كل ده من غير الحته دي. هم حرفيا الستوري ستيشنز بتاعتهم في الاول كانوا بيتجمعوا كل المخاخ بتاعت بيكسار في اوضه، اللي هو يلا يا جماعه نعمل ايه الفيلم اللي جاي. فاب لما بدا ما كانش القصه اللي احنا شفناها، كانت قصه 2 أمراء جايين من مملكه في الطايره في السماء ونزلوا بيدوروا على العصفوره بتاعتهم على ما وصلت للفيلم الاخراني قعدوا يفشلوا مع بعض انترنالي في السيشنز دي لغايه لما وصلوا للفاينل بوينت. انترستنج قوي. فهي الفشل هو اللي وصلهم لهنا. ايوه فاهم قصدك الصراحه فشل. بس انما انا بالنسبه لي التفادي ده بيحجمك في سيف زون. فات سام بوينت هتبقى ستيل، هتبقى انت مش بتشالنج نفسك انك تتحسن ككرييتيف، لان انت خايف تفشل. فاهمك. فهتلاقي حد تاني ودي انا خدت بالي منها قبل في الاول لما كنت بتفرج على شغلي وانا صغير، اللي هو الافلام القصيره كنت بعملها وانا في الجامعه. لما ما كانش فيه اي ليميت، اللي هو يلا لقيت فيه روح اكسبيرمنتال اكتر بكتير، اللي هو انا ليه بخاف اعمل ده دلوقتي، في حين انا نفس الشخص بس انا بعد 10 سنين على البتاع ده. هو وحش اوفرول بس في حبه ريسكس كده لذيذه. بس انا هقول لك ميكس. مش عارف انت اتعاملت معاه كتير في الدنيا ولا لا. هم معظمهم رياضيين، مش معظمهم ناس عدت على رياضه. انا بخاف من الفشل جدا بس انا بجرب. انت تعرف ستاند اب كوميديانز كتير قوي. معدل الكتابه عشان الريسك بيبقى عالي ان انا اجرب ماتيريال جديد بيبقى قليل شويه. اوكي. انا معايا 2.5 ساعات اوريدي، مع ان انا بادئ بقالي 3 سنين. انا بكتب كتير قوي وبجرب الجديد. وساعات اصلا انا في مره كتبت وفي واحد صاحبي على المسرح كان حمزه بقى على كتبت ماتيريال. انت تقريبا سمعت ماتيريال الشرق قبل كده مني؟ الشرق
سمعت أيوة. أيوة. كتبته وحمزه على المسرح وطلعت قلت بعد ساعتها. حمزه على طول في ساعتها. اوكي. فانا أهو. باخد ريسكات آه. انا باخد ريسكات مم. بس انا ببقى خايف جدا من الفشل. ده طبيعي. فاهم قصدي؟ آه. لا انت بتاخد ريسكات وعارف ان ده بقى مش فرق منتاليتي. عارف ان انا واخد ريسك فمش فارقه. انا باخد ريسك وبقول انا لو فشلت هتاثر وهتدمر. انت بتاخد ريسك صح، بتاخد ريسك بتقول جوه دماغك ده ريسك يا حبيبي، فاحنا عاملينه عشان نكالكليت الصح من الغلط وهنعمل ايه صح المره الجايه. انا باخد الريسك وبتضايق من الفشل. بس ده صح في حاله الستاند اب اللي هو انا باخد الريسك ومش فارقه. بس انت لما بتنزل اعلان انت واخد ريسك في هل الناس هتتقبل ده ولا لا. فاهمك ودي حاجه عمرك ما هتكنترول. وكونتنت اخطر بصراحه. وفي كل حاجه. هو الفكره ان هو انت بترمي حاجه للجمهور، انت حاسس ان البارومتر بتاعك ظابط ذوقهم اي بس الفكره ان بس هو مش متأكد. انت من خبرتك انت عارف ان هو مش ريسك لانك فاهم بما فيه الكفايه. بس احنا عارفين ان هو ريسك. هو ريسك. كل ما بننزل حاجه بنبقى خايفين وكونتنت الناس هجيبهم ما عجبهمش مش عارف ايه بالظبط. انت الناس بتقلب على الكونتنت في ثانيه. في ثانيه برنامج بيحبوه بيعشقوه بيموتوا فيه مره واحده تلاقي ما كفايه قرف بقى. احنا زهقنا بقى. الضحك فين؟ طب احنا بالظبط. طب انا امتى زهقتكم؟ ايوه انا عملت انهي حلقه خليتكم تشوفوا ان خلاص كفايه كده بالظبط. يعني في انفلونسرز وكونتنت كريترز، انا كنت اقول اسم بس مش هينفع اقول اسم. في كونتنت كريترز كتير قوي في دماغي كانوا بيك رعب، بيك في يوم من الايام كانوا بيك رعب. هم في عالم تاني. نفس الافيه اللي كانوا بيقولوه التريد لاين، مره واحده الناس بقت قفشه على الافيه ده. بس الافيه ده هو اللي عمله. يعني الافيه ده اللي كان قال لي الناس تقول له أيوة. انت عبقري. ايوه مره واحده ما كفايه بقى. طب امتى كفايه؟ يعني امتى الظبطه؟ عمرنا ما هنعرف. عمرنا ما هنعرف كفايه. دي بقى بالنسبه لي دي اهميه الريسك. فاهم ان انت كل ما تقعد تجرب حاجات جديده أيوة. هتبقى بتامن نفسك من انك توصل لمرحله اللي هو ما كفايه بقى. بالظبط لان انا جربنا انا في حته جديده. ودي حاجات تعملها انت بدل ما بتعمل، بدل ما تستنى الدنيا تخيش، انت بتعمل 5-6 حاجات في نفس الوقت. انت بتعمل نص ونص واستوديو الاثنين وراديو وكرييتيف فانت انت موزع. عشان بخاف من الفشل. لو حاجه وقعت الثانيه شغاله. هي الفكره ان هو دلوقتي انت الخوف هو المحفز. بس انت هي ممكن تكون بتخاف من الفشل بس انت برضه انت بتسعى للاستمراريه في النجاح. بسعى للاستمراريه في النجاح الصراحه. خلي بالك اللي بالنسبه لي انترستنج قوي في الكلام بتاعنا دلوقتي في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ده، ان احنا عندنا محفزات مختلفه تماما بس احنا نفس الهدف. محفزات مختلفه تماما. يعني احنا كنا بنتناقش كل واحد فينا رايح هنا بس احنا بنعمل نفس الحاجه نفس الجول. انت بتروح لها ازاي؟ حتى زي ما انت كنت بتسمي في الاول اللي هو بالنسبه لك تمرينه بالنسبه لي عقاب، بس احنا بنعمل نفس الحاجه. هو انا بمرن عقلي، انا بعمل عقلي كعضله فبمرنها انا بعاقب. مش هي نفس الانت. طب سؤال بقى، بما ان احنا لسه بنخاف من الفشل، فماذا لو انت كنت فشلت في الفيلد خالص وما اشتغلتش كرييتيف اصلا؟ كنت هرجع سيلز تاني. كنت سيلز شاطر قوي. اوكي. قوي يعني. كنت هتكمل في السيلز؟ كنت هكمل في السيلز بقى. كنت حاطط نفسي سنه. خلي بالك انت، انا في يوم من الايام في بودكاست تشتري مني طلعت معاهم حلقه قبل حفله الستاند اب بتاعتي باسبوع. قلت في الحلقه دي انا طالع اعمل ستاند اب، وقالوا لي طب ايه ده ان شاء الله؟ قلت لهم الحفله دي لو ضحكت عادي دي هتبقى اخر حفله. ضحكت عادي هتبقى اخر حفله. اوكي. الكارير بتاعنا الكرييتيف انا دخلت في سن كبير 27 وقلت ان انا هو ده مش كبير في المطلق بس هو في الاندستري. في الاندستري كبير. يعني مش قصدي كبير مش بكبركم، انا كبير فعلا. بس بالنسبه قصدي ان انا حد يشفت الكارير 27 بتبقى عاده ريسك شويه، تبقى غلسه. الاندستري ما تتقبلكش اصلا. انا كنت سي او. فانا سي او في ايه؟ كان عندي شركتي وشركه كبيره جدا جوجل ادفرتايزنج، وكنت عليت جدا في السيلز. في يوم من الايام كنت سيلز دايركتور وبعدين بقيت سي او. فانا كنت عليت قوي في الهيراركي بتاعت اللعبه دي. بالظبط. بدات سينيور كوبي رايتر فاهم. مش جونيور حتى. مش جونيور، ما كانش ينفع، كان هيبقى عيب قوي جونيور. أيوة. فبداوني سينيور اوت اوف انك كبير. اوت اوف ان الراجل ده جاي عشان برضو يعني كان بصراحه حاجه يتشكر عليها ياسر. كان بيبل اوف ذا انترنت، كان ياسر سيف بيبل اوف ذا انترنت وانا اشتغلت معاه زمان. فياسر عملها اوت اوف، هو حتى ما ادانيش سينيور ولا اداني جونيور، هو اداني كريتيف تايتل عشان صدري يعني. هو عملها لي حبا فيا يعني اللي هو، فانا اسمي ايه كرييتيف كوبي رايتر عشان هو عارف ان انا هتحرج اقول جونيور، ما ينفعش. ايوه طبعا. فكنت حاطط نفسي سنه لو ما لقيتش ان انا اكشلي بقيت الناس بتقول ايه ده همشي. اوكي. طب هل كان في حاجه
كنت حاسسك محتاج تتعلمها قبل ما تبدا؟ اتعلمتها بعد انا كنت كده. كنت فاهم الاعلانات غلط قبل ما ابدا برضو. يعني انا اول اعلان كتبته كان تقريبا 35 دقيقه تقريبا. كان لا بس بجد حلقة بجد كان تلفزيون. 7 8 دقايق بجد، ده مش تهريج والله يعني. أيوة. كتبت كوبي 7 8 دقايق. فتقريبا لو كنت قريت وذاكرت قبل ما اخش بس كانش تقريبا لو كنت فتحت التلفزيون ما شفت الاعلان. كنت شفت اعلان قبل كده. ما انا ما كنتش فاهم الكتابه فاهم. انا مش قصدي ده. انا عارف الاعلانات دي بس الكتابه جارت مني فاهم. لقيتنا وبفرش بقى اللي هنا وبعمل. وبعدين الانتاج كان ضخم يعني، كنت جايب حد بيطير مش عارف بقى ان الحاجات دي بتكلف فلوس. فلو كنت قريت شويه كانت هتفرق، كانت هتسرع معايا الدنيا. تعال نجيب الخلاصه بقى. يلا بينا. لو هتسمرايز الرحله دي كلها دلوقتي في جمله واحده هتقول ايه؟ انا لو سمرايز الرحله دي في جمله واحده او سبيشالي الكونفرسيشن دي، مفيش اي ريسك كبير، مفيش اي خطوه مرعبه، مفيش اي كهف مضلم. مش كل كهف مضلم لازم يبقى اخره هتموت يعني. في ساعات بتبقى هيبقى الكهف المضلم اخره نور، الريسك ده اخره ريورد كبيره جدا. الحاجه اللي انت خايف منها هتجيب لك حاجه حلوه جدا. بس انت محتاج، انا من وجهه نظري محتاج لو خايف من حاجه فاديها مجهود. يعني انا لو هتدخل العب واحد ماتش ملاكمه خايف منه، محتاج ان انا اضربه جامد. انا خايف منه يعني، مش هخش بقى اتدلع ما انا خايف. فنفس القصه في الحياه. انا شايف لو هلخص ده، انا دي كانت حياه مليانه بريسكات لسه لحد النهارده باخدها. بحاول ان انا اديها مجهود على قد ما اقدر، وبتمنى عشان انا خايف اني ما افشلش لحد النهارده برضه. انا هضيف عليها ان هو ومش معنى انك بتعملها انك مش بتعملها وانت خايف. ان عادي انك تبقى خايف وانت بتعملها عادي. شكرا. بالعكس ده أيوة. انا يعني قبل ما تطلع المسرح لو انت مش قلقان عاده بتخيش. بس انا دي مش عندي، مش عارف ليه. بس انا كنت عشان خايف على طول انت ما بتحسش بالفرق. تقريبا. شايكه كونسبت خايف افشل ده ماشي معايا اصلا. طيب احمد حسن شكرا جدا جدا. احنا وقتنا خلص من زمان. انا اتبسطت قوي والله. وانا انبسطت جدا 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 عشان احنا اول مره في بعض بقالنا كتير. اول مره نتكلم كده قدام مايكات وبتاع. انا اتبسطت قوي. شكرا والله. انا كمان انبسطت حبيبي يا مارو. فطب اخرج بينا من الحلقه. اخرج من الحلقه. اتبسطت معاكم قوي واتبسطت مع مارو جدا. كملوا بقى كل الحلقات اللي هينزلها مارو في سينك توك سينك كاست وربنا معاكم. باي باي.